نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. علمت موزايك اليوم السبت أن الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم قررت تقديم مباراة الترجي الرياضي واتحاد بني قردان لحساب منافسات الجولة التاسعة لكرة القدم إلى يوم الجمعة 22 من نوفمبر، بعد أن كان من المقرر خوضها يومي 23 و24 من نوفمبر الجاري. ويذكر أن الترجي طالبت بتغيير موعد المباراة لأنه يخوض يوم 26 من نفس الشهر مباراة الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لكأس رابطة الأبطال الإفريقية يوم الثلاثاء المقبل ضد دجوليب المالي. في المقابل طالبت إدارة بن قردان الإبقاء على موعد المباراة حفاظا على حقوق النادي، بالإضافة إلى ضرورة تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق وفق بلاغ نشره النادي. أكد موقع الهيئة العامة لإذاعة جنوب إفريقيا أن لاعب الترجي الرياضي التونسي ومنتخب جنوب إفريقيا إلياس موكوينا يمكن أن يغادر الترجي في الفترة القادمة، وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المادية. ونشرت الهيئة العامة لإذاعة جنوب إفريقيا تصريحا منسوبا لكابيلو ماشيغو الذي عرفته على أنه محامي اللاعب، حيث أفاد بأنه قام بإعلام الترجي وطلب دفع الأموال في الآجال، لكن إدارة الترجي لم تقم بذلك. في المقابل أكد مصدر من إدارة الترجي الرياضي التونسي إن اللاعب إلياس موكوينا قد تحصلوا على جميع أجوره، وإن النادي في انتظار الحصول على التراخيص القانونية من البنك المركزي لتحويل الأموال المستحقة للنادي السابق لموكوانا نادي سيخيخون يونايتد الجنوب إفريقي. يرى شكري الواعر أسطورة المنتخب التونسي وفريق الترجي الرياضي أنه إدارة باب سويقة قامت بالقرار المناسب من خلال التوقيع مع المدرب الروماني ريجي كامب، وذلك من أجل تصحيح الأوضاع داخل صفوف الفريق العاصمي بعد الإعلان عن إقالة البرتغالي ميغيل كاردوزو. وقال الواعر في تصريحات إذاعية: من وجهة نظري أرى أن التعاقد مع ريجي كامب قرار صائب، وسيكون قادرا على بدء خطة تطوير الفريق استعدادا للارتباطات القادمة من خلال منحه الوقت الكافي لتطوير اللاعبين الجدد، خاصة أن إدارة النادي نجحت في إبرام صفقات جيدة يمكنها تقديم الإضافة، والعديد منهم يمتلكون هامشا كبيرا للتحسن. هناك الكثير من المدربين المميزين الذين نجحوا في القارة الأفريقية. إخواننا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد. الترجي الرياضي التونسي، والسلام. with